المصارعة عمرها ما كانت مجرد عرض ولا شوية دراما وخلاص، المصارعة فن. في أول الألفينات سنة 2002 ناس كتير حست إن المصارعة بدأت تبعد عن أصلها، عن الاحتراف، عن التقنية اللي تخليك تحترم اللي قدامك جوه الحلبة. ومن هنا حصلت الثورة وظهر التمرد. ظهر اتحاد بطلب بسيط جدا بس خطير: احنا عايزين مصارعة حقيقية وبس. الاتحاد اللي نقل الانديز من مرحلة الهواية لمرحلة الاحتراف الكامل. اتحاد اشتغل بجد، فرض احترامه وبنى نجوم من العدم. دي حكاية رينج اوف اونر ROH، الاتحاد اللي أسس قانون الشرف وصنع جيل كامل من أعظم مصارعين العصر الحديث. أنا كريم وده المكان اللي حكاوي المصارعة ما تموتش فيه أبدا. يلا بينا. حكاوي المصارعة. الحكايه ما بداتش في استاد كبير ولا عرض متلفز، لا، بدات في قاعات صغيره في مدينه اسمها فيلادلفيا. المدينه دي ليها تاريخ تقيل جدا في المصارعه، هي واحده من اهم قلاع المصارعه في امريكا. هناك روب فينشتاين وجابي سابولسكي قرروا يعملوا حاجه مختلفه، حاجه جاده. في 23 فبراير 2002 اتولد اول عرض في تاريخ اتحاد ROH، The Era of Honor Begins. ده كان اسم العرض، والاسم لوحده كان رساله. ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه شهره سهله. العروض كانت شهرية، بتتسجل وتتباع على شرايط فيديو VHS أو DVD للكمبيوتر. واللي يدخل القاعة كان واقف على رجله يهتف ويصرخ ومتابع كل حركة كأنها حياة أو موت. ومن أول يوم ROH فرضت قانون صارم، وقانون هو روح الاتحاد. قانون اسمه كود اوف اونر، قانون الشرف. مش مجرد قواعد، لا، ده التزام. مصافحة قبل النزال ومصافحة بعد النزال. تدخلات خارجية قليلة جدا 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 وشبه ممنوعة. تركيز كامل على المصارعة الأرضية وحركات السبمشن. مفيش هزار، مفيش فوضى. كل حركة محسوبة، كل ضغط على مفصل تحسه في جسمك وانت بتتفرج. الجمهور كان حاسس ان اللي بيشوفه ده مصارعة بجد، لان طبعا لما بتركز على المصارعة الأرضي غير الهاي فلاينج والباور هاوس بيخلي المباراة تاخد معاك وقت أطول، لأنها بتبقى كأنها مباراة شطرنج بين اتنين بيلعبوا على مفاصل اللي قدامهم، وبالتالي بتخلي المباراة تشويقها بيزيد والجمهور بيتشد أكتر للمباراة. في 27 يوليو 2002 ROH نظمت الدوري عشان تتوج اول بطل عالمي للاتحاد. في النهايه اللي طلع بالكاس كان المحارب القتالي لوكي. اي حد تابع انديز عارف مين هو لوكي وايه امكانيات لوكي، واللي اتفرج على TNA عارفه. ولوكي كمان اشترك في WWE باسم كافال، لكنه ما حققش نفس النجاحات اللي قدر يحققها بره. في نفس السنه فريق كريستوفر دانيال ودونوفان مورجان بقوا اول ابطال فرقه في تاريخ الاتحاد. القاعه كانت مقلوبه، لافتات في كل حته وهتاف يقطع الانفاس. ROH كانت بتتولد رسميا. القوة الحقيقية ROH ما كانتش في القوانين ولا في الاسم ولا حتى في الفكرة. القوة كانت في الرجال اللي دخلت الحلبة وقالت احنا هنا عشان نثبت ان المصارعة فن بجد. ROH نجحت ان هي تصطاد ناس مميزة من الانديز وتحولهم الى نجوم الصف الاول للمصارعة في العالم كله. جيل كامل اتكون جوه ROH، مش نجوم شاشة لكن محاربين حلبة. كل واحد فيهم كان قصة، وكل مباراة كانت اختبار. تعالوا مع بعض نشوف ابرز نجوم الجيل الاول ROH. ساموا جو، الوحش اللي خلى الحزام تقيل. اول ما ساموا جو مسك حزام ROH العالمي كل حاجة اتغيرت، مش بس لانه قوي لكن لانه صدقنا ان اللي قدامه ده مش بيمثل. جو مسك اللقب 645 يوم، من مارس 2003 لديسمبر 2004. مدة مرعبة خلت اي حد داخل يواجهه شكله كأنه داخل حرب مش داخل ماتش. ستايله كان صادم، ضخم، تقيل، ضرباته حقيقيه، اخضاعاته موجعه. كل حركه منه كانت بتقولك لو غلطت غلطه صغيره هتدفع ثمنها. اسمه وقتها كان ذا ساموان سبمشن ماشين، ماكينه الاخضاع السماويه. كان عنده كميه حركات استسلام متتاليه بطريقه اكثر من رائعه. الجمهور كان بيقف مش عارف يهتف ولا يقلق، لان جو ما كانش بيدي فرصه. هو اللي علم ROH يعني ايه بطل حقيقي، يعني ايه الحزام يبقى له هيبه. براين دانيلسون، الاستاذ اللي حول المصارعه لعلم. لو ساموا جو هو القوة يبقى براين دانيلسون هو العقل. دانيلسون ما كانش بيدخل الماتش عشان يكسب بس، كان بيدخل عشان يدرس. كل حركة محسوبة، كل مسك ليها هدف، كل إخضاع بيبدأ صغير وبعدين يتحول لكابوس كبير على خصمه. الجمهور وهو بيتفرج عليه كان بيكتشف حاجات جديدة في المصارعة، كان يحس انه قاعد قدام واحد فاهم جسم الإنسان اكتر من اي حد شافه قبل كده. في سبتمبر 2005 دانيلسون مسك لقب ROH العالمي وما سابهوش غير بعد 462 يوم، فتره خلت اسمه مرادف لكلمه المصارعه التقنيه. دانيلسون ما كانش مجرد بطل، ده كان معيار اي حد بعده لازم هيتقارن بيه. نايجل ماكجينيس، روح ROH اللي بترفض تموت. لو جو هو الوحش ودانيلسون هو العقل، نايجل ماكجينيس كان القلب. نايجل ما كانش اقوى واحد ولا اسرع واحد، بس كان عنده حاجه نادره: العناد والايمان.
دخل في واحده من اعظم العداوات في تاريخ ROH ضد دانيلسون، عداوه مبنيه على الاحترام، كراهيه، الغيره والرغبه في اثبات الذات. نايجل مسك اللقب ROH العالمي في 2007 وكان بيصارع وهو كتفه مصاب، كتفه كان بايظ حرفيا، جسمه منهك، بس عمره ما طلب شفقه من حد ولا عمره فكر ان هو يستسلم. مبارياته كانت مؤلمه مش بس للي بيتضرب لكن للي بيتفرج. الجمهور كان بيشوف واحد بيحارب عشان الاتحاد، عشان الفكره، عشان الشرف فعلا. نايجل ماجينيس كان تجسيد حي لمعنى ROH. مش صدفه ان ناس كتير بتعتبره اكثر بطل عبر عن روح الاتحاد. الجيل ده هو اللي خلى ROH تكبر، مش بالاعلانات لكن بالمصداقيه والمصارعه الحقيقيه. ساموا جو خلى الحزام تقيل، ودانيلسون خلى المصارعه علم، ونايجل خلى الشرف قضيه. من هنا ROH ما بقتش مجرد اتحاد انديز، بقت مدرسه، وسمعتهم زادت جدا وانتشرت في العالم كله مش في امريكا بس. وزادت اكتر كمان بمشاركات ابطال مشاهير في الانديز زي لوكي وكريستوفر دانييلز والاسطوره ايجي ستايلز. سي ام بانك ما دخلش ROH وهو عارف انه هيبقى اسطوره، دخل وهو شايل غضب وافكار ولسان حاد بيقول اللي غيره يخاف يقوله. في الاول كان مجرد تابع لريفن، واحد من شله بيتعلم وبيراقب لحد اللحظه اللي قرر فيها يعمل الحاجه الوحيده اللي شبهه، خان معلمه وقطع الحبل اللي كان رابطه باي حد. من اللحظه دي بانك بقى شخصيه مستفزه متكبره صادقه زياده عن اللزوم، والناس ما بين كارهينه وبين مش قادرين يبطلوا يسمعوه. في يونيو 2005 بانك مسك لقب ROH العالمي، بس القصه ما كانتش لقبه بس، قصه ان الراجل كان بالفعل ماضي عقد سري مع WWE. الخبر اتسرب والقاعه كلها عرفت. بانك نفسه طلع وقالها في وش الجمهور، انا ممكن امشي بالحزام ده واروح WWE. هنا بقى الرعب ملا جمهور ROH. اللي بيقدس الشرف حس انه اتخان، والمصارعين حسوا ان الاتحاد نفسه مهدد. بانك لعب على الحته دي باقصى قسوه ممكنه. كل برومو كان نار، كل دخول حلبه كان سفير وهتاف متداخل، كل دفاع عن اللقب كان شكله كانه اخر ليله ليه في المكان. بانك دافع عن الحزام ضد اسماء تقيله وهو بيستمتع بالكره وبيستفز الجمهور وبيذكرهم في كل فرصه انه مش فارق معاه غير نفسه. وسط كل ده كان في حقيقه محدش قادر ينكرها، الراجل كان بيصارع على اعلى مستوى، تقني، ذكي، بيعرف يطلع اللي قدامه اسوأ ما عنده واحسن ما عنده في نفس الوقت. مواجهته مع ساموا جو كانت عداوه مش محتاجه شرح. 3 مباريات كل واحدة أطول وأقصى من اللي قبلها، نزلات تعدت الساعة، كلهم خدوا 5 نجوم تقريبا. جمهور واقف صامت أحيانا، مجنون أحيانا، حاسس إنه بيتفرج على حاجة تاريخية. بانك وجو كانوا نقيضين بس عداوتهم جسدت روح ROH بطريقتهم. في 13 أغسطس 2005 اللحظة انفجرت، مباراة رباعية على اللقب قدام ساموا جو، كريستوفر دانييلز وجيمي جيبسون، للناس ممكن تكون بتعرفه باسم جيمي نوبل. توتر وفوضى محسوبة، كل واحد داخل الماتش عارف إن التاريخ بيتكتب. في الآخر بانك خسر اللقب، واللي خرج بالحزام كان جيمي جيبسون. بس القصة ما خلصتش هنا. بانك قبل ما يمشي اختار مباراة يودع بيها جمهوره بطريقته، مباراة أخيرة في شيكاغو بلده ضد صاحب عمره كولت كابانا. مفيش شرير مفيش بطل، 2 صحاب، ذكريات وضحك ودموع، ونهاية فصل مهم جدا في حياته. جمهور ROH فهم ساعتها ان اللي شافوه مش مجرد بطل سابق، ده كان اعلان رسمي ان الاتحاد ده قادر يصنع نجوم الصف الاول في العالم كله. سيف بانك زي ما اطلق على الفترة دي ما كانتش بس مرحلة، كانت اختبار حقيقي لفكرة الشرف نفسها. وكان اول مرة العالم كله يبص ROH ويقول استنى، اللي بيحصل هناك ده اكبر من الانديز. سؤال ليكم، ايه رايكم في سي ام بانك؟ هل تمرده كانت نقطة تحول في تاريخ ROH؟ اكتبوا رايكم في التعليقات. ROH ما كانتش صدفة، كانت نتيجة شغل 2 مؤمنين بالفكرة. روب فانشتاين اللي كان العقل اللي وفر المكان والفلوس والتنظيم، ان هو كان صاحب شركة RF اللي شريت الفيديو وحب يعمل بديل لاتحاد ECW اللي انهار واتباع ل WWE، وهو اللي خلى الاتحاد يقف على رجله ويتعمل كل شهر مهما كانت الظروف. اما جابي سابروسكي كان الروح، عينه دايما على الموهبة، على النزال اللي يعيش، على المصارع اللي يطلع من هنا ويبقى نجم عالم. الاتحاد اتمنى بايد الاثنين دول، واحد بيصرف والتاني كان البوكر المسؤول عن المصارعه كلها. بس اي بناء مهما كان قوي لو الاساس اتشق كل اللي فوقه بيتاثر، والشرخ ده لسه وقته ما جاش، بس اول خيط فيه كان باين، وده هيفرق في كل اللي جاي. وهنا نكون وصلنا لقمه جبل الشرف. اتحاد اتبنى على الجديه، على الاحترام، وعلى فكره ان المصارعه فن قبل ما تكون استعراض. ROH في اللحظه دي كانت في اعلى نقطه ليها، ابطال تقال، نزالات خالده، جمهور حاسس انه بيشوف مصارعه بجد مش تمثيل. بس اي مجد لازم يتحط تحت الاختبار. العنف بيزيد والشخصيات بتتغير، وقانون الشرف نفسه هيبدا يتسال عليه. هل هينفع الشرف يعيش وسط الدم؟ هل المصارعه هتفضل نقيه ولا لازم تتسخ عشان تكمل؟ في الجزء الجاي هنشوف جانب مختلف تماما من ROH، دخول اسماء مرعبه، عصابات، عقيده مختلفه، حروب تخلي السؤال اصعب من اي وقت فات، وكمان ظهور حزام جديد بيور شامبيونشيب. لو الحلقه دي عجبتك اعمل لايك عشان نعرف انك حابب السلسله، اكتب رايك في التعليقات وشاركها مع اصدقائك. متنساش تشترك وتفعل الجرس عشان الجزء الجاي الشرف فيها يتحط في امتحان عمره ما اتحط قبل كده.
وده كان مكان حكاوي المصارعة اللي ما تموتش ابدا.